مشهد غير لائق وغير أخلاقي يتسبب في فرض عقوبات قد تصل لطرد كريستيانو رونالدو. بعد نهاية المباراة قامت جماهير الهلال باستفزاز رونالدو وألقت عليه شال الهلال، فقام رونالدو بالتصرف هو الأغرب في تاريخه. قام رونالدو بأخذ شعار الهلال وبوضعه في مكان غير لائق ثم ألقاه في وجه المشجع الهلالي. هذا التصرف الغير لائق قد يتسبب في طرد كريستيانو رونالدو وربما إيقافه عن ممارسة كرة القدم. أظهر مقطع فيديو طريقة تعامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر مع شال الهلال عقب خسارة فريقه لقب كأس موسم الرياض. كان أحد الجماهير نادي الهلال ألقى الشال الذي يحمل ألوان الزعيم على النجم البرتغالي أثناء خروجه من الملعب، ليقوم اللاعب بأخذ الشال ووضعه في مكان غير لائق ثم ألقاه مرة أخرى في وجه المشجع. كان النصر خسر أمام الهلال بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على ملعب المملكة أرينا في نهائي كأس موسم الرياض. هذه البطولة شارك فيها ناديان من دوري روشن للمحترفين وهما الهلال والنصر، ونادي انتر ميامي من الدوري الأمريكي. حقق الهلال فوز مستحق على نظير النصر بنتيجة 2-0 خلال الفعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس في نهائي الدورة الودية بالرياض. جاء هدف مباراة الهلال والنصر عن طريق سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 16 و30 على التوالي لصالح نادي الهلال، وكان قد فاز النصر بسداسية نظيفة في شباك انتر ميامي. كما خسر الأخير مباراته الافتتاحية في كأس موسم الرياض ضد الهلال بنتيجة 4-3.